مين فينا جرب احساس انك لما تيجي تعمل رجيم بعد شوية تلاقي نفسك بقى عندك وخم وتعب وارهاق، مجهود ذهني ومجهود بدني، تحس انك مش قادر تعمل اي حاجة، وبعد شوية يجيلك ثبات في الوزن، وبعد كده تفقد الشغف في الرجيم اللي انت بتعمله، على شرط انك بتبقى ملتزم جدا وبتروح تقف على الميزان تلاقي نفسك بتخس عدد كيلوهات معين. وهنا في الاول بتفرح وبعد كده الشغف ده بيقل وبيحصل لك الاعراض اللي انا بقولها. ده بسبب حاجة مهمة جدا هنعرفها في حلقتنا وهنعالجها، واقول لكم ازاي تتخطوا الموضوع ده وتفضلوا مكملين رجيم وتخس صح ما تخسش غلط. يعني ايه تخس صح وما تخسش غلط؟ هو في خسسان غلط؟ في خسسان غلط. مع بعض هنعرف كل الكلام ده في الحلقة دي معانا. ركزوا معايا كويس قوي عشان تستفادوا معايا بالحلقة. اول مرة تتفرج علينا اهلا وسهلا بيك في قناة معلومة صحتك. اول ما تتفرج علينا سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقة بننزلها جديد، ولايك وشير الفيديو عشان كل الناس تستفاد. يلا نبدأ حلقتنا. احنا قلنا ان في حاجات ممكن تحصل لك واعراض ممكن تحصل لك. الاعراض دي هي انك بتنزل عضلات مش دهون. انت ممكن تكون ملتزم جدا في الرجيم وتروح تقف على الميزان تلاقي نفسك خاسس وتفرح وتفضل مكمل. طب هل انت ضامن اللي انت خسيته او اللي انت خسرته من وزنك ده عضلات ولا دهون؟ الموضوع ده مهم جدا وناس كتير جدا بتغفل عنه. مجرد ما تلاقي نفسها نازله على الميزان بتفرح وبتقول ان احنا كده ماشيين صح. لا، الفكره كلها انك تبقى فاهم ان الوزن اللي انت بتنزله ده دهون مش عضلات. هيحصل ايه لو انت بتخسر عضلاتك؟ هيحصل لك بعد شويه تعب وارهاق ومش قادر تعمل اي حاجه، مش قادر تتحرك، مش قادر تعمل اي مجهود، تركيزك هيقل وهيحصل لك ثبات في الوزن. طب ليه ده بيحصل؟ لان انت اصلا اوريدي لو انت بتعمل رجيم او انت بتعمل حمية غذائيه انت اصلا كده نسبه الدهون عندك عاليه، في جسمك فيه نسبه دهون عاليه، ففي نسبه كتله عضليه قليله، فانت كمان الكتله العضليه القليله دي انت بتدمرها. فبالتالي بعد شويه من الرجيم اللي انت بتعمله هتلاقي نفسك او هتلاقي نفسك ان الكتله العضليه عندك حصل لها ضمور وضعفت جدا وقلت جدا، والكتله الدهنيه هي موجودة ما بتقلش. طيب تعالى افهمك الموضوع بطريق ابسط واسرع. انت دلوقتي لازم تبقى فاهم كويس جدا ان كل ما كانت زادت الكتله العضليه في جسمك زاد معدل الحرق. دي معادله لازم نبقى حافظينها. وكل ما زادت الكتله الدهنيه في جسمك قل معدل الحرق. ليه؟ الكتله العضليه بتحتاج سعرات حراريه كتير وبتحتاج مجهود علشان تشتغل، اما الكتله الدهنيه كتله خامله ما بتشتغلش. كتله خامله ما بتحتاجش سعرات حراريه علشان تشتغل. فهنا المعادله دي لازم تبقى عارفها ان لازم كتلتك العضليه تعلى وتبقى اعلى من الكتله الدهنيه علشان خاطر معدل الحرق يزيد عندك. طيب نعمل ده ازاي؟ بحاجه اسمها البروتين. البروتين من اهم العناصر اللي المفروض تخش جسمك وانت بتعمل رجيم. كل الناس بتركز على عنصرين، السكريات والكربوهيدرات اللي هو مصادر الطاقة، وبتركز تاني على الفيتامينز والأملاح والمعادن والكلام ده كله اللي هو في السلطة الخضراء والكلام ده كله، لكن بتنسى خالص موضوع البروتين. البروتين بعد ما بتاكله بيتحول وبيتحلل لأحماض أمينية. الأحماض الأمينية دي هي غذاء العضلات، فلازم تاكل بروتين وتهتم بالعنصر ده وانت بتعمل رجيم علشان الوزن اللي انت بتنزله ما يبقاش دهون. برافو عليكم. طب نرجع تاني لحتة العضلات. ازاي انا مخسرش عضلاتي واخسر دهوني؟ لان انا لو بخسر دهوني يبقى رجعنا للدايره تاني من الاول اللي قلناها في اول الحلقه. لو انت بتخسر لو انت بتخسر عضلات مش بتخسر دهون يبقى انت كده غلط، انت كده ما بتخسش، انت كده بتدمر نفسك وفي صحتك. طيب يبقى انا لما اخسر دهون، وهو ده التارجت اللي انا ببقى محدده وانا بعمل رجيم، انا عايز اعمل رجيم عشان اخسر دهون، عشان شكل جسمي يبقى حلو، عشان صحتي تبقى كويسه، يبقى الاهتمام بعنصر البروتين مهم جدا. زي ما قلنا البروتين بعد ما بناكله في جسمنا بيتحول لاحماض امينيه. الاحماض الامينيه ده هو الغذاء بتاع العضلات. طيب باختصار علشان ما نخشش في ديتيلز كتير في البروتين عشان البروتين ده ممكن يتعمل له حلقه لوحدها. البروتين بيتقسم عندي نوعين. طيب قبل ما اقول بيتقسم عندي كام نوع واشرحه، طيب انا محتاج قد ايه بروتين؟ انا عايز اعرف انا محتاج قد ايه بروتين علشان خاطر احافظ على الكتله العضليه. النسب بتتراوح. لو واحد شخص عادي ما بيلعبش اي رياضه، ما بيبذلش اي مجهود عالي، ممكن ياخد 8 من 10 الجرام واحد لكل كيلو وزن من جسمك. يعني لو انت مثلا وزنك 100 كيلو هتضربه في بوينت 8 هيطلع لك الكميه اللي انت عايزها. لو حد بيلعب رياضه وكمال اجسام ومجهود بدني جامد ممكن يوصل لواحد ونص و2 جرام بروتين. طب انا عشان ما احيركوش في الدايره بتاعت ان النسبه اللي جسمك محتاجها من البروتين هنقول ايه؟ هنقول ان احنا افريج من 1 لواحد ونص جرام بروتين، مينيمم 1 ماكسيمم 1.5. فده يبقى بالنسبه لك
كميه كافيه جدا من البروتين. وخلي بالك انا لما بقول جرام او 1 جرام او 1 جرام ونص، خلي بالك انا لما بقول جرام او جرام ونص هنا بتكلم عن قيمه غذائيه مش على الوزن. ما اجيبش حته صدور الفراخ واوزنها وهو ده يبقى الوزن اللي انا بتكلم عليه. انا بتكلم على القيمه الغذائيه اللي جوه الحاجه اللي هناكلها. يعني بمثال بسيط جدا، عندك البيضه فيها حوالي من 5-6 جرام بروتين، عندك ال100 جرام صدور فراخ مثلا فيهم حوالي من 25-30 جرام بروتين. فانت هتحسبها، ممكن تخش على جوجل وتكتب له مثلا 100 جرام صدور فراخ في قد ايه، البيضه فيها قد ايه، الفول فيه قد ايه، وتبدا تقسم وجباتك على مدار اليوم. البروتين ما بيتاخدش في وجبه واحده، البروتين بيتاخد على مدار اليوم. فانت مثلا لو نقول ان انت 100 كيلو، يبقى خلاص كده احنا حفظنا ان انت محتاج 100 جرام بروتين. لو زادت 10 20 جرام زي الفل، ما زادتش يبقى انت كده برضو في السيف سايد. طيب كده احنا عرفنا الكميه اللي انت محتاجها من البروتين، وعرفنا ازاي تحافظ على الكتله العضليه. لازم في حاجات تانية جنب البروتين عشان تحافظ على الكتله العضليه. لازم تعمل اي نشاط بدني، رياضه، فتنس، تمارين مقاومه. ليه؟ كل الحاجات دي بتقوي العضلات، بتكبر العضلات. طبعا لو انت بنوته مش هتبقي حابه ان جسمك يبقى واخد جسم الرجاله وعضلات وبلك، لا الموضوع مش هيبقى كده. هو بس انت بتقوي الكتله العضليه عندك شويه وبتحفزيها ان هي تبقى قويه وما تفقدهاش. فطبعا مع البروتين يبقى في شويه رياضه خفيفه، شويه رياضه مقاومه خفيفه، ده هيعلي الحرق معاك جدا، وفي نفس الوقت هيقوي الكتله العضليه عندك وهتخسوا دهون مش عضلات. ودي الطريقه الصحيحه للتخسيس زي ما قلنا الكلام ده في اول الحلقه بتاعتنا. يبقى هنعمل شويه رياضه خفيفه، هناكل بروتين، هنقسم بروتين. مصادر البروتين كتير جدا، عندك بيض، لبن، جبنه قريش، صدور فراخ، لحمه، سمك، تونه، كل الكلام ده فيه بروتين. وممكن نعمل ميكس لان البروتين نوعين، نباتي وحيواني. الفرق ما بين الاتنين ان النباتي غير كامل الاحماض الامينيه، ان الحيواني كامل الاحماض الامينيه. طبعا انت جسمك محتاج لكامل الاحماض الامينيه. مفيش بادجت او مفيش استطاعه ان انا اكل كله حيواني عشان ممكن يبقى غالي شويه، يبقى هروح للنباتي واعمل ميكس. لان النباتي مش كامل، بس ممكن تلاقي العناصر الناقصه هنا تبقى موجوده هنا. يعني فول وعدس وفول سوداني، البقوليات اللي فيها بروتينات، ممكن اعمل ميكس ما بينهم وبالتالي ابقى كونت. ممكن تاخد 60-70% من احتياجك للبروتين في اليوم حيواني، وال40% او ال30% نباتي. يبقى انت كده قفلت ال100% بتوعك بشكل كويس، ودخلت كل الاحماض الامينيه اللي جسمك محتاجها. الاهتمام بالبروتين من اهم العناصر اللي لازم تاخد بالك منها، واهم النقط اللي لازم تاخد بالك منها لو عايز تخسر دهون مش عضلات. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الحلقه، ولو عندكم اي كومنتس اكتبوا لي تحت بقراها كلها، عشان خاطر لو في حد عايز نتكلم في موضوع مهم او مش فاهم نقطه معينه بقراها كلها ونرد عليكم. وما تنساش تكون عملت لايك وشير عشان كل الناس تستفاد، وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه بنزلها جديد. واشوفكم الحلقه الجايه على خير. كان معاكم كابتن عمرو خالد. سلام.